هوب، ايه اللي حصل؟ ايه؟ الحبل اتقطع. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد للآب ابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. النهاردة هنحكي حكاية قديس صورته غريبة جدا. ايه ده؟ صورة القديس ده أي حد بيشوفها مبيبقاش فاهم ده ملاك ولا إنسان ولا إيه. القديس ده اسمه الأنبا تكلا. الأنبا تكلا مين الأنبا تكلا ده؟ هنعرف دلوقتي. الأنبا تكلا ده كان باباه ومامته إيه، بيحبوا ربنا جدا جدا جدا. كانوا ناس أغنياء ومعاهم فلوس وناس حلوة خالص. وكان بابا الأنبا تكلا اسمه إيه؟ سداز آب. سداز آب. فسداز آب ده كان إيه؟ كان أبونا في الكنيسة. ومامته اسمها إيه؟ سارة. وكان أبونا سداز آب ده ومراته اللي هي سارة كانوا بيحبوا ربنا جدا، وكانوا بيحبوا الملاك ميخائيل. فكانوا يعملوا ايه؟ اكل كتير 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 للناس الفقراء اللي مش لاقيين ايه ياكلوا. دي بعد كده ملك كان وحش خالص وما كانش بيحب بابا يسوع، ما كانش بيحب المسيحيين. فراح قال ايه؟ انا ههدم كل الكنايس واي واحد مسيحي هموته وبهدله خالص خالص خالص. وفعلا الجنود بتوع الملك دول نزلوا على البلد اللي فيها سداز آب، أبونا سداز آب ده ومراته إيه؟ سارة. وإيه الجنود دول أول لما شافوا أبونا ده راحوا قالوا إحنا لازم نموته. وحاولوا فعلا إن هم يجروا وراه، لكن أبونا ده راح جري. وبعدين إيه؟ لقى بحيرة كده كبيرة فيها مية. فراح عمل إيه؟ راح نط فين؟ في البحيرة. أول لما نط في البحيرة ونزل كده تحت المية، الجنود إيه؟ قالوا بس إحنا هنقف هنا على الشط بتاع البحيرة ونستنى لما هو إيه؟ يطلع ونعمل إيه؟ نمسكه على طول. فعلا فضلوا واقفين مستنيين. الوقت عمال يجري وما طلعش. الله، ما طلعش ليه؟ واتأخر ليه؟ الوقت عمال يجري. وبعدين الجنود قالوا بس ده ايه؟ ده غرق في المية وخلاص مات. راحوا قالوا ايه؟ خلاص يلا بينا بقى نمشي. راحوا اخدوا بعضهم ومشيوا. اتاري حصلت تحت المية حاجة غريبة جدا. ايه اللي حصل؟ اول ما ابونا سداز آب ده نط في المية، راح ربنا بعت الملاك ميخائيل حط أبونا في حاجة كده زي الفقاعة بيبقى جواها هوا تحت المية. فأبونا بقى عارف يتنفس وهو إيه؟ تحت المية. فبالتالي لما قعد وقت كتير تحت المية ما حصلوش حاجة. فهم الجنود لما شافوا إن هو إيه؟ اتأخر، افتكروا إن هو خلاص غرق، لأن أي حد خالص ينزل تحت المية أو يحط راسه تحت المية مدة كبيرة ممكن يغرق. لكن دي معجزة حصلت عشان إيه؟ أبونا سداز آب ده كان بيحب بابا يسوع خالص وتشفع بالملاك ميخائيل. هقولك بقى مامته إيه اللي حصل. هم فعلا راحوا إيه؟ شافوا مامة الأنبا تكلا اللي هي سارة دي، شافوا إن هي شكلها حلو خالص وجميل خالص. قالوا بس احنا ناخد الست اللي شكلها حلو خالص دي وناخدها معانا كده نوديها للملك عشان ايه؟ تبقى مرات الملك يفرح بينا كده لما يلاقي ايه؟ ان احنا جايبين له واحدة ست كده شكلها حلو وجميل تبقى مراته. واخدوها بالعافية معاهم وودوها عند الملك. كانت هي زعلانة وعمالة تعيط ومش عايزة تروح معاهم، لكن هم اخدوها بالعافية. فضلت هناك وهي في قصر الملك عمالة تصلي وتقول له يا بابا يسوع الحقني، يا بابا يسوع نجيني، وتتشفع بصاحبها وحبيبها مين؟ الملاك مين؟ الملاك ميخائيل. وفعلا
راح الملاك ميخائيل عمل حاجة غريبة جدا. ايه؟ هنعرف عمل ايه، بس اصبروا. نرجع لابونا اللي فين، اللي تحت المية. ابونا بعد شوية راح طالع تاني من تحت من تحت المية، لقى الجنود مشيوا، ورجع لقى البلد كلها متبهدلة. ما لقاش مراته اللي هي سارة، ما لقاهاش، وزعل خالص وقعد يعيط. وبعدين راح أخد بعضه وراح على الكنيسة. وبعدين تاني يوم وهو بيصلي في الكنيسة قعد يصلي وقعد يطلب من بابا يسوع ان هو يخلي باله من مين؟ من سارة مراته. وسارة بقى وهي فين؟ في القصر. ايه اللي حصل؟ الملك كان مبسوط جدا وفرح بالجنود خالص ان هم جابوا له سارة، وقال بس احنا نعمل فرح كبير قوي، وفي الفرح ده انا هتجوز سارة دي. وفعلا سارة دي كانت قاعدة على الكرسي ده اللي في الفرح، وفجأة لقوا المكان كله بيتهز جامد جامد جامد، وحصل رعود وحصل صوت خبط جامد قوي لدرجة الناس كلها خافت. وراح الملاك ميخائيل بنور جامد قوي شال سارة ومشي. بيبصوا ما لقيوش سارة. ايه ده؟ يا راحت فين؟ الملك بقى مستغرب. ايه ده؟ شوف كده سارة، شوف في جيبك سارة، شوف في جنبك سارة، شوف سارة فين، شوف كده، بص في ودنه، بص في اي حتة، شوف سارة فين. مش لاقيين سارة. الملك استغرب جدا وقال ايه اللي حصل ده؟ وبعدين ابونا وهو بيصلي في القداس، ابونا اللي هو سراز اب ده بيلف بالشورية ابونا بيلف بالشورية وسط الناس، صح؟ لقى وسط الناس واحدة واقفة ولابسة أبيض كده، وشكلها زي ما تكون أميرة أو ملكة. فابونا استغرب، قال إيه ده؟ شكلها غريب قوي. راح أبونا بعد لما خلص القداس بيسألها، بيقول لها هو أنت مين؟ أنت أول مرة تيجي هنا؟ قالت له يا أبونا أنت مش عارفني؟ لا مش عارفك، والصوت ده مش غريب عليا. راح بص في وشها كده، قال لها ايه ده؟ سارة. اتابي ان الملاك ميخائيل اخد سارة ووداها فين؟ على الكنيسة. ابونا فرح جدا جدا جدا، واللي فرحهم كمان ان الملاك ميخائيل قال لسارة، قال لها ان هي هتبقى عندها بيبي صغنن، والبيبي ده هيبقى جميل خالص وكل الناس هتحبه. والبيبي ده كان هو مين؟ الأنبا تكلة. الأنبا تكلة ده اترسم الأنبا تكلة ده اترسم شماس. وبعد لما كبر شوية وبقى كبير شوية كده وراجل كبير، اترسم أبونا. وكان بيحب ربنا جدا، وكان بيفرح بربنا خالص. بس جه في وقت كان بيصطاد وحوش. يعني ايه يصطاد وحوش؟ يعني يقف كده يستخبى وسط شجرة كده ولا وسط حاجة ويبقى معاه سهم. لا مش سمك، ده بيصطاد وحوش زي أسود ونمور وحاجات كده. يقف معاه سهم ويقوم منشن بالسهم على على الأسد أو النمر أو الحاجة دي فيصطاده. ففجأة لقى الملاك ظهر له وقال له انت ما ينفعش انك تبقى ابونا وتصطاد وحوش. انت من بعد كده ما تصطادش وحوش خالص، وهيبقى اسمك تكلة هيمانوت. تكلة هيمانوت. وبعدين الأنبا تكلة بقى عمال يلف يبشر ببابا يسوع ويفرح الناس كلها ويهتم بكل واحد. وكان ربنا مديله موهبة ان هو يخفف الناس التعبانة ويعمل معجزات حلوة خالص وجميلة خالص. وبعدين جه في مرة من المرات كان بيزور رهبان في دير، والدير ده كان فوق الجبل، يعني جبل عالي قوي لفوق. والرهبان عشان يطلعوا او ينزلوا للدير يعملوا بالحبال، يقوموا واخدين الحبل، يقوم الراجل كده اللي عايز يطلع او الراهب اللي عايز يطلع يقف تحت الجبل، وبالحبال يقوموا
يقعدوا يشدوه لفوق لحد لما يطلع. ولو حد نازل من الدير يعمل نفس الحكاية، يربطوه بحبل من وسطه كده وبتاع، وينزل، يفضلوا ينزلوه لتحت لحد لما ينزل خالص. كان الأنبا تكلة بيعمل كده فعلا. وبعدين في مرة من المرات وهم بينزلوه، الحبل ده كان قديم وكان قرب يتقطع، بس هم ما كانوش واخدين بالهم عشان الحبل طويل قوي. فربطوا الأنبا تكلة بالحبل وراحوا ابتدوا ينزلوه شوية. هوب، ايه اللي حصل؟ الحبل اتقطع. الرهبان كلهم قعدوا يقولوا الأنبا تكلة زمانه وقع اتعور جامد، وكلهم كانوا زعلانين. فجأة سكتوا، لقوا ان الأنبا تكلة بابا يسوع عمل معاه حاجة غريبة جدا. طلع له جناحات وراح طار لحد لما نزل على الأرض. وعشان كده لغاية دلوقتي الصورة بتاعت الأنبا تكلة بيبقى مرسوم فيها جناحات. وفضل الأنبا تكلة ده عايش يخدم الناس ويعمل حاجات حلوة خالص ومعجزات كتير جميلة لحد لما راح عند بابا يسوع السما. وتوتة خلصت الحدوتة. وفي آخر الحلقة مش هننسى نسلم على أصحابنا أصدقاء حلقة النهاردة. من اسكندرية مصر، أندرو رامي، ماريا رامي، تيا تامر، يوسف تامر، جورج مينا. ومن القاهرة مصر، سيريل مينا. من أمريكا، إيفانا ميكيل، جابرييلا ميكيل، دانيال ميكيل، فلوباتير ميخائيل. ولو عايزين تكونوا من أصحاب الحلقات الجاية، ابعت لنا في الكومنت اسمك والمكان اللي انت منه. ونحب نشوفكم دايما مع إصدارات كوبتك سمارت كيدز، ذكية ومليانة باللعب والمفاجآت والحاجات اللي بتعلمنا عن طقس الكنيسة والقديسين والأسرار. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.